بتبدا الحكايه مع واحده اسمها سينتيا قاعده مع 2 اصدقاء ليها، بتحكي لهم ان هي متجوزه واحد اكبر منها ب 27 سنه، وقالت لهم يعني ان هي وقت ما اتجوزت يعني ما كانتش باصه الموضوع فرق السن ده ولا حاسباه اساسا، وده لانها وقتها كانت موهومه بجوزها جدا، هتعشق التراب اللي هيمشي عليه. واسامه كانت بتتكلم كده بتلمح جوزها رايح يتكلم مع ناس ثانيين خالص، اتاري كان راح الحمام ورجع تاني ما كانش عارف الترابيزه اللي هو قاعد عليها فين، يعني من الاخر كده جوزها كبر وبدا ينسى. المهم بنسيب سينتيا وجوزها وورن وبنروح لواحد تاني خالص اسمه ستان، كان موجود عند الدكتور مسالك بوليه تقريبا بيكشف له على الحاجات، وقال ستان بقول لك ايه، شكلك كده عندك البروستاتا، ومن رايي انك ما تسكتش على الموضوع ده لانك انت لو سكت عليها هيجيلك سرطان وهتموت، وعاوز اقول لك يعني معظم الناس اللي عندها البروستاتا بيجي لها سرطان وبتموت، فنسبه نجاتك يا ستان يا اخويا مش كبيره قوي. يا سلام لما يكون الدكتور كده يعني قلبه عليك ويروح مديهم لك في وشك كده يسودها قدامك. ستان قال له شكرا على القنبله الايجابيه دي، وقال انا هروح اتابع مع دكتور تاني خالص. وفي نفس هذا اليوم بالليل ستان اسامه كان في شغله، واللي بيطرح ان هو شغال امن في كومباوند، بتجيله اخباريه ان في واحده سمعت ان في حرامي بينط على البيت اللي جنبهم واداله رقم البيت، فعلى طول ستان جري على البيت ده علشان يشوف الحكايه، وهناك فعلا لقى حرامي طالع من البيت ده بيجري وبيهرب. والبيت ده كان بيت مين؟ بيت سينتيا، لان ستان بعد كده دخل البيت علشان يطمن ويشوف اذا كان في اي حد تاني غير الحرامي اللي هرب، ولسه داخل من الشباك لا كشاف نازل على دماغه. اتاري الاستاذه سينتيا حست ان في حرامي في البيت، فافتكرت ان ستان ده هو الحرامي ونزلت على دماغه. ستان قال لها خف ايدك شويه، انا الامن بتاع الكومباوند وجاي هنا علشان اطمن عليكم، بلاش غباوه. فسينتيا على طول اعتذرت له. ستان قال لها ولا يهمك، ممكن بس تديني فرصه اتفقد البيت. سينتيا قالت له اكيد اتفضل. فستان راح عند جهاز الانذار الموجود في البيت لقاه مش شغال، فقال لي سينتيا انت ليه ما شغلتيش جهاز الانذار؟ سينتيا قالت له المفروض ان جوزها وورن هو اللي بيشغله، ولكن تقريبا نسي يشغله. في اللحظه دي ستان قال لها بقول لك ايه، معلش انا هطلب منك حاجه غريبه شويه، انا عندي البروستاتا ومحتاج ادخل الحمام دلوقتي حالا. فسينتيا شاورت له على مكان الحمام، فعلى طول ستان جري على الحمام علشان يعمل بيبي، ولكن سينتيا ما كانتش سايباه في حاله، وقفله على الباب عماله بتتكلم معاه ومش سايباه. فستان راح فتح الباب وقال لها معلش يعني لو سمحت اديني فرصه اعمل بيبي لان انا عندي مشاكل في البروستاتا، فيا ريت يعني لو تسكتي شويه. سينتيا قالت له معلش انا اسفه. فستان قفل الباب ودخل علشان يعمل بيبي تاني، ولكن برضه سينتيا مش بتسكت وبتقول له بقول لك ايه يا ابو السنتيانات، انا على فكره دكتوره مسالك بوليه، ايه رايك لو تجي لي بكره العياده اكشف عليك واشوف الحكايه بتاعتك؟ سنه لا مفيش مشكله هاجي لك ان شاء الله، ممكن بس تديني فرصه اعمل بيبي. وفين لما سينتيا سكتت وستان قدر يعمل بيبي. وستان لما بيخرج بعد كده بيقول لها بقول لك ايه، انت لازم تركبي كاميرا على باب البيت. فسينتيا قالت له ماشي، وقالت له كمان انها مستنيه بكره في العياده. وتاني يوم ستان بيروح سوبر ماركت بيجيب شويه طلبات، ولما جه يحاسب عند الكاشير بيطرح ان ستان ليه علاقه بالبنت اللي واقفه على الكاشير واللي اسمها سي جي، والعلاقه دي كانت عميقه جدا لدرجه ان ستان نفسه كان مستغرب، كان بيقول لها انت عاوزه مني ايه، انا راجل قد ابوكي. سي جي كان بتقول انها شايفه فيه الحنان والدفى والرجل الناضج والكلام ده كله، مش بس كده ده كمان ادت له ميعاد تقابله فيه. فستان قال لها اوكي واستناها في البيت على الميعاد، ولكن سي جي بتتاخر على الميعاد ومش بتروح، وده لان حصل عندهم جرد مفاجئ في الشغل فده اخرها شويه لغايه ما ستان نام على نفسه. في نفس الوقت على الجانب التاني سينتيا بتتكلم مع دكتور متخصص في مرض الزهايمر، وبتشرح له بتحكي له حكايه جوزها وكل الحاجات اللي بيمر بيها مؤخرا. الدكتوره قال لها ده حاجات طبيعيه مع سنه، الراجل دلوقتي معدي ال 80 سنه. فسينتيا قالت له ما انا صغيره هو كمان بنسى. الدكتوره قال لها كلنا بننسى، بس نسيان عن نسيان بيفرق، وانت بعدين الفرق بينك وبين جوزك بتاع 27 سنه، فاكيد يعني ما تقارنيش حالتك بحاله جوزك. بقى اقول لك ايه، انا من رايي انك انت توديه في دار رعايه لانهم هناك هيهتموا بيه بطريقه احسن بدل ما انت سايباه لوحده في البيت لان ده خطر عليه. ولكن سينتيا كانت رافضه تودي جوزها دار رعايه، كانت شايفه ان دي اهانه ليه، كمان كان ضميرها واجعها انها تودي جوزها دار رعايه. بتخلص يومها بترجع لجوزها بعد كده بتقول له بقول لك ايه، انت لازم تكتب الكتاب بتاعك علشان تنشره بعد كده، انت حياتك كانت مليئه بالاحداث يا وارن وفيها احداث سياسيه مهمه جدا، وده لان فعلا وارن كان شخصيه سياسيه مهمه جدا ومر باحداث سياسيه مهمه جدا. كمان سينتيا جابت له واحد علشان يساعده في انه يكتب الكتاب بتاعه، يعني وارن يحكي له الاحداث والشخص ده يكتبها. وسينتيا كانت بتعمل كده ليه؟ علشان تنشط الذاكره بتاعه وارن. على الجانب الثاني بنلاقي سنة وبنته بيتعشوا مع بعض، وكان بينهم حوار كده محتدم شويه، وبندرك من حوارهم يعني ان هما الاثنين علاقتهم مع بعض مش قوي، تقدروا تقولوا متوتره متنيله في 60 نيله، التواصل بينهم مش احسن حاجه لدرجه ان بنته بتزعق فيه وبتسيبه وبتمشي، وده علشان شايفه ان ابوها مش جنبها طول الوقت. المهم تاني يوم السن بيروح العياده بتاعت سينتيا، فسينتيا بتساله انت بتشتكي من ايه؟ السنه اللي بعمل حمام على 5 مرات كل دقيقتين بحس نفسي عاوز اعمل بيبي. فسينتيا بصت على التحاليل بتاعته وفجاه كده راحت صارخه، السنه قال لها ايه في ايه، عندي سرطان ولا ايه؟ سينتيا قالت له ايه ده انت تاريخ ميلادك نفس تاريخ ميلادي، احنا اتولدنا في نفس اليوم وفي نفس السنه، ايه ده يا جدع ايه الصدفه دي؟ سن في اللحظه دي حس ان هي في الهلهوبه كده. على كل حال سينتيا بعد كده بتكشف عليه وراحت ماده ايديها كده وقالت للسن بعد كده ان الموضوع لسه تحت السيطره، وقالت له خلي بالك انت تعرف يعني ايه احنا الاثنين مولودين في نفس اليوم، ده معناه ان احنا مخنا زي بعضنا. السن قال لها انا معاكي فعلا، ممكن بس
لو سمحت يعني تخلص الكشف علشان انا سايبها عريانه. على الجانب التاني وارن بيبدا يحكي حكاياته للكاتب اللي سينتيا جايبهوله، ولكن وارن حكاياته ما كانتش منظمه ولا مترتبه. مش بس كده، ده تقريبا وارن كان فاكر نفسه ان هو رجع تاني للسبعينات وكان متقمص شخصيته في السبعينات. ده اللي خلى الكاتب اللي معاه بدا يقلق منه ويقلق عليه. بنرجع تاني لسينتيا، بتدي للسان مضاد حيوي علشان يمشي عليه لمده شهر، وقالت له بعد الشهر ده ترجع لي تاني. السنه قال لها طيب معلش يعني لو انا بقيت كويس لمده الشهر ده مش لازم اجيلك تاني يعني. سينتيا قالت له ازاي يعني لازم تجيلي علشان اتابع حالتك. السنه قال لها ما اكدبش عليكي حالتي الماديه مش قد كده، فانا مش حامل ان انا اجيلك كل شهر واكشف عندك. سينتيا قالت له خلاص انا مش هاخد منك هنا غير الفلوس الاساسيه، وبعدين دي اقل حاجه اقدر اقدمها لك بعد اللي انت عملته معايا لما جيت البيت عندي علشان تطمن علينا انا وجوزي. فالسان شكرها جدا وقال لها لو عوزت اي حاجه كلميني بس وانا اجيلك على طول، وسابها ومشي. سينتيا بعد كده بترجع البيت، بتلاقي الكاتب اللي كان مع جوزها مستنيها وبيقول لها على كل اللي عمله جوزها، وقال لها على فكره جوزك في حاله مش كويسه خالص ومحتاج حد يقعد معاه، ما ينفعش تسيبيه لوحده. ده كان عاوز يسيبني ويمشي ويسافر للعاصمه، بس انا الحمد لله يعني لحقته وثبته وخليته يقعد في البيت، وسابها ومشي. فسينتيا في اللحظه دي ادركت ان حاله جوزها متاخره بالفعل. وفي نفس اليوم ده بالليل سينتيا بتلاحظ ان في عربيه مركونه قدام البيت كده قديمه شويه وشكلها مخيف، فعلى طول اتصلت بالسيان علشان يجي ويشوف العربيه دي. فالسيان لما جه وبص على العربيه قال لها العربيه دي بتاعت واحد شغال اوبر وراكن عربيته دي هنا وشغال على عربيه تانية. فسينتيا قالت له اشمعنى راكنها هنا يعني؟ السنه قال لها لان هنا ضباط الشرطه مش بيعدوا كتير فبالتالي مش هياخد غرامات على الركنه. فسينتيا شكرته جدا ان هو جالها وطمنها وكده يعني، ولكن ما خلصتش الكلام. بدات سينتيا تطول في الكلام وتاخد وتدي مع ستان، وستان بدور ما كانش عنده اي مشكله يعني، كان حابب الكلام مع سينتيا وقال لها ان هو مش متجوز بس مخلف بنت وان بنته على خلاف معاه ومش طايقاه، وسال سينتيا اذا كانت مخلفه. سينتيا قالت له لا. في اللحظه دي ستان قال راح شددها من كتفها كده وقال لها خلي بالك في عربيه معديه. فسينتيا حست بالاهتمام وقال ايه يعني راحت ضحكت وداخله البيت. وتاني يوم سينتيا جابت واحده علشان تقعد مع جوزها وارن تاخد بالها منه وهي مش موجوده، وبيطرح ان البنت دي ليها خبره جدا في التعامل مع الناس اللي حالتها زي حاله وارن. وطمنت سينتيا جدا وقالت لها ما تقلقيش وانها يعني هتسيطر على كل حاجه وهتخلي وارن في امان. وفي نفس هذا اليوم بالليل ستان بيبعت لينك للكاميرا اللي قال لسينتيا انها تشتريها علشان تحطها على باب البيت، بعته لها على الماسنجر وقال لها هات الكاميرا دي وانا هاجي اركبها لك. فسينتيا قالت له ماشي، ولكن سينتيا ما سكتتش بعد كده، بدات المره الثانيه تطول في الكلام. قالت له ايه وانت بتكلمني وانت سايق ولا ايه؟ لا بقول لك ايه خد بالك من نفسك. استنى قال لها لا طبعا ما ينفعش اكلمك وانا سايق، انا راكن على جنب وبتكلم براحتي. فسينتيا قالت له ايه اخبار البروستاتا؟ استنى قال لها غير الموضوع، هم ما قالوش كده بس انا بجود، اصل لو قلت الحوار بتاعهم هتدفعوا. على كل حال جوزها وارن في الوقت ده بينده عليها وبيقول لها اعملي لي شاي. فسينتيا قالت له ماشي هعمل لك شاي. بعدها بشويه جوزها نده عليها تاني وقال لها فين الشاي؟ سينتيا قالت له يا سيدي اهو بقلب الشاي اهو. وكل ده عماله بتطول علشان تقعد مع السان وتتكلم معاه. وبعد ما خلصت خالص طلعت فوق من غير ما تعمل لجوزها الشاي. تاني يوم السان بيروح لبنته في المكان اللي هي شغاله فيه، وده علشان يقول لها ان هو لقى لها مكان تغني فيه لان بنته اساسا بتحب تغني ولكن مش لاقيه مكان يديها الفرصه. ده اللي خلى السان فضل يلف على اماكن كتير لغايه ما لقى لها مكان يديها الفرصه انها تغني. والسان راح لها بعد كده علشان يقول لها ويفرحها. على الجانب التاني البنت اللي سينتيا جابتها علشان تاخد بالها من جوزها وارن بتحاول تدرس شخصيه وارن، كمان بتحاول تعرف عنه معلومات اكتر، وده علشان تساعده علاجيا. فبتساله اسئله كتير شخصيه وارن بيبدا يجاوبها، واثناء ما كان بيتكلم معاها كان بيتذكر حاجات كتير. اما على الجانب التاني الاستاذه سينتيا فكانت مشغوله مع ستان، رسائل كتير والتعارف عمال بيتعمق لدرجه ان هما الاثنين اساسا مش بيحسوا بالوقت، والساعات بتعدي عليهم كانها دقايق. يا سلام. وبعدها بقى طول الوقت بيتكلموا مع بعض وبيفكروا في بعض، لا وكمان بيبعتوا صور لبعض. فيا جماعه ولكن كلامهم كله كان بطريقه ناضجه. على كل حال في يوم سينتيا بتجيب له كاميرا فستان بيجي وبيركبها لها، وفي هذا التوقيت وارن اخيرا بيشوف ستان بيتكلم مع ستان وبيشكره على تعبه وكمان بيعزمه على العشاء. فستان قال له تمام انا موافق. فسينتيا في نفس اليوم ده بالليل كلمت ستان وقالت له انت هتعمل ايه؟ هو انت هتيجي لوحدك ولا هتجيب بنتك معاك؟ في اللحظه دي كان في حد تاني بيتكلم مع سينتيا، فسينتيا كانت بتكلم ستان وبتكلم الشخص التاني ده في نفس الوقت. ففي الوقت ده سينتيا بعتت رساله بالغلط لستان، كانت المفروض ان هي عاوزه تبعتها للشخص التاني، والرساله دي فحواها انها بتقول للشخص التاني ده اصبر شويه علشان في واحد مز بتكلم معاه دلوقتي. وسينتيا لما ادركت انها بعتت الرساله دي لستان قالت احي، وحاولت بعد كده انها تصلح اللي حصل، ولكن اللي حصل حصل، وستان اساسا ما ردش على الرساله وما اتكلمش مع سينتيا لغايه تاني يوم على ميعاد العشاء. ولما راح علشان يقابلهم على العشاء كان واخد معاه سي جي. سينتيا اول ما شافتها ركبها 100 عفريت لانها شافه بنت حلوه وسنها صغير جايه مع ستان اللي هي اساسا بتكرش عليه، فده خلق جو كده من الحقد. وطول القعده بعد كده طول ما هم قاعدين وبيتكلموا مع بعض وبيضحكوا مع بعض كلهم كانوا بيهزروا وبيضحكوا ما عدا سينتيا، قاعده كده مش طايقه
طايقه نفسها ودمها تقيل قوي. فالسن في نص القعده كده قال لهم معلش يا جماعه هروح الحمام علشان بس البروستاتا مبهدلاني، ولما راح عند الحمام لقاه مشغول. في اللحظه دي اتفاجئ بسنتيا جايه وراه. قالت له ايه اللي انت جايبها معاك دي يا استاذ؟ ما احنا اتكلمنا مع بعض قد كده، ما جاش في بالك مره انك انت تجيب لي سيرتها؟ السنه لها مالك في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟ وعلى اساس ايه اساسا؟ ثم اللي بينه وبينها اساسا مش حاجه جديه قوي يعني. سنتيا قالت له لا يا اخويا، البنت باين عليها من كل نظرات عينيها انها بتحبك. السنه لا صدقني انا مستغرب هي بتحبني كده ليه، انا عن نفسي مش فاهم ليه. في الوقت ده الشخص اللي في الحمام طلع من الحمام وقال لهم خلي بالكم صوتكم عالي قوي، افقدتوني التركيز، وسابهم ومشي. فالسن دخل علشان يعمل بيبي، ولكن طبعا سنتيا كالعاده وقفله على الباب وعماله بتتكلم معاه. استنى لها بوس ايدك اديني فرصه، مش كل ما اجي الاقيكي نطيتي بالكلام. سنتيا قالت له بس يالا لا بتعمل بيبي في 4 ساعات. استنى لها خلي بالك التعليق ده غير مهني على الاطلاق، ده انت الدكتوره بتاعتي ازاي بتذليني على البيبي بتاعي؟ وراح قافل الباب علشان يلحق اللي جاي، والليله دي بتعدي. وتاني يوم السان بيروح لبنته في المكان اللي هي شغاله فيه علشان يظبط معاها الاغنيه اللي هي هتغنيها، واداها شويه افكار في ايقاع الاغنيه علشان يخليها اجمد. وبعدها هما الاتنين جربوا الاغنيه مع بعضهم، والاغنيه بتطلع حلوه قوي. ولما بيخلصوا بنته بتقول له خلي بالك انا لازم ارجع الشغل دلوقتي لان اتاخرت عليه جدا. فالسان قال لها قبل ما تمشي بس انا عاوز اقول لك على حاجه مهمه، انا بعتذر لك جدا ان ما كنتش موجود في الوقت اللي انت كنتي محتاجاني فيه. انا وانا صغير كنت اناني جدا، ما كنتش بفكر فيكي قد ما كنت بفكر في نفسي. والسان في اللحظه دي كان متاثر جدا لدرجه ان هو بكى، وقال لبنته روح انت شوف اللي وراكي، وسابها ومشي. وفي نفس هذا اليوم بالليل بياخدها بيروح للمكان اللي اداها الفرصه انها تغني. ولكن بنته لما دخلت المكان ده لقت ان المكان ده ما فيهوش مكان المغني يقف فيه وهو بيغني، اللي هي الحته الصغيره دي اللي شبه المسرح. السنه قال لها ويه يعني انت بس ماشي حالك المره دي باي حاجه، خلي الناس تسمعك. بنته قالت له ايه ازاي يعني؟ الحته دي لازم تكون موجوده للمغني، والمغني لو ملاش حته زي كده يغني عليها كده المغني فقد احترامه في المكان. فالسنه قال لها انت مزوداها بصراحه، ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ فالكلام ده ضايق بنته، ده اللي خلاها بصت له بصه كده كانه غدر بيها وسابته ومشيت. على الجانب التاني سنتيا بتسافر في رحله عمل، والسن لما بيكلمها ويعرف منها ان هي مسافره تاني يوم بيعمل لها مفاجاه، الا وهي ان هو بيسافر لها في المكان اللي هي فيه. ولكن بيطرح ان سنتيا مش مسافره في المكان ده كرحله عمل، انما مسافره علشان موجود هناك دار رعايه للناس الكبيره. وسنتيا كانت رايحه هناك علشان تعاين المكان وتشوفه يعني اذا كان مناسب لجوزها. ولكن بعد ما سنتيا شافت المكان وشافت الحاله النفسيه للناس الموجوده هناك، سنتيا ادركت ان جوزها مش هيكون مبسوط لو اتحط في المكان ده، فما رضيتش تحجز فيه. وبعدها بتتكلم مع السنه وبتقول ازاي جوزي اللي كان شخصيه عظيمه في يوم من الايام يوصل بيه الحال ان هو يقعد في مكان زي كده؟ انا يستحيل اوافق بحاجه زي كده. وورن هيفضل في بيته، الراجل ده كتب قانون الاسكان الفدرالي، ازاي لما يكبر في السن يترمي رميه زي دي؟ انا مش هسمح بحاجه زي كده. وكان واضح جدا ان سنتيا متاثره جدا بحاله جوزها الصحيه وصعبان عليها جدا. فالسان علشان يطلعها من الحاله النفسيه دي اخدها ودخلوا في فرح موجود هناك بالصدفه كده، محدش فيهم يعرف اي حد منهم. مش بس كده، وراح وكلم الدي جي ووصل ان هو يشغل اغنيه معينه، واخد بعد كده سنتيا وفضلوا يرقصوا هما الاثنين. وسنتيا كانت مبسوطه جدا. ولما الرقص بيخلص والفرح بيخلص وهما الاثنين بيرجعوا تاني للفندق، هما الاثنين بيضعفوا قدام بعض وبيحصل اللي بيحصل. تاني يوم على الصبح كده سنتيا بيجي لها تليفون ان جوزها جات له سكته دماغيه، فسنتيا على طول بتسافر بالطياره علشان تروح لجوزها. اما السان فبيرجع بالعربيه. وعلى بال ما السان بيرجع بالليل وبيروح للكومباوند اللي شغال فيه، بيعدي قدام البيت بتاع سنتيا. هناك بيلاقي سنتيا منزله جوزها من عربيه اسعاف علشان تدخله البيت. وسنتيا بعد كده بتقعد مع البنت اللي كانت مسؤوله عن جوزها. البنت دي بتقول لسنتيا انها في الفتره اللي قعدتها مع جوزها كانت دايما بتسمع لكل حكاياته وكانت بتكتبها، وانها جمعت كل الحكايات دي وطبعتها في كتاب. فسنتيا قالت لها ايه ده بجد؟ ده انا كنت دايما بترجى ان هو يكتب كتاب، ما كانش راضي. البنت دي قالت لها هو مش كتاب قوي لان الحكايات اللي فيه مش متناسقه، يعني محتاج حد ينسق الكلام ده كله علشان يطلع منه كتاب في الاخر. وكان واضح على سنتيا انها متاثره جدا باللي البنت دي عملته. وتاني يوم سنتيا لما بتروح الشغل هناك بيجي لها ستان على ميعاد كشفه. سنتيا بتقول ان الحاله الصحيه بتاعته بدات تتحسن ولكن محتاج عمليه علشان يخلصوا الكلام. فالسنه لا خلاص مفيش مشكله انا جاهز. وبالمناسبه يعني هو جوزك عامل ايه؟ سنتيا قالت له كويس حالته مستقره. اما بالنسبه للعمليه يا ستان ففي دكتور صديق ليا هو اللي هيعملها لك، وبعد كده الدكتور ده هو اللي هيتابع معاك بعد كده. وكان واضح من طريقه سنتيا انها بتتكلم مع السان بطريقه رسميه. فالسان كان مستغرب قوي، اللي هو يعني مالك في ايه؟ ده احنا في اخر مره اتقابلنا مع بعض كنا مقضيينها. بيطرح ان سنتيا عاوزه تنهي العلاقه دي لانها حاسه انها بتعمل حاجه غلط وانها خانت جوزها اللي هي اساسا بتحبه. السان قال لها ايوه بقى اهو دلوقتي انا فهمت كل حاجه. فاكره الرساله اللي انت بعتها لي بالغلط دي لما قلت انك انت بتكلمي واحد موز؟ انت كنت واخداني كده كمرحله في حياتك تاخدي مني اللي انت
انت عاوزاه وبعد كده ترميني، ومش بعيد يومين تاني وتشوفي لك حد تاني. وقال لها كلمتين تاني معظمهم شتيمه يعني، وسابها ومشي. وعلى طول بيطلع على مول كبير بيشتري منه شويه حاجات، وبياخد الحاجات دي كلها وبيشتغل عليها وبيعمل منصه كبيره. المنصه دي عاملها لمين؟ لبنته. اما سنتي على الجانب التاني فبتقرا في الكتاب اللي هو بتاع جوزها، وبعدها بتطلع تطمن على جوزها. جوزها اول ما بيشوفها بيقول لها ان هو بيحبها جدا، فسنتيا بتنام جنبه وبتقول له ان هي كمان بتحبه. في نفس الليله دي سان اخد بنته واخد المنصه وراح للمكان اللي هي هتغني فيه وخلاها تغني، وكل الناس لما سمعوها كانوا موهومين بيها. وبعد اليوم ده بوقت مش كبير بنلاقي وارن اتوفى، فسنتيا في الجنازه بتاعته بتطلع تقول كلمتها. سنتيا بتقول ان وارن ده الوحيد اللي حسسها بالامان. قالت ان وارن ده كان شخص قوي، وان هي اعتمدت على قوته دي، وان لما قوته بدات تتلاشى ساعتها سنتيا حست ان في حاجه اتسحبت من تحتها، وحست بالغضب الشديد. وقالت بعد كده ان البنت اللي كانت بتساعد وارن في الايام الاخيره اللي اسمها برميلا دي ربنا بعتها لورن في الوقت المناسب، لانها هي اللي استخرجت منه الكتاب قبل ما يتوفى، وانها دلوقتي كل ما بتقرا في الكتاب ده بتحب وارن اكتر. والسان كان موجود في الجنازه وسمع الكلام ده كله وكان متاثر جدا بسنتيا. كمان بيروح بعد كده البيت عند سنتيا علشان يعزيها زي الناس كلها. مش بس كده، ده السان كمان كان بيلم الطباعه وبيساعد سنتيا في تنظيف البيت. ولما الناس كلها بتمشي والبيت بيفضى على سنتيا بتنده على جوزها وارن، بتفضل تقول يا وارن انا رجعت البيت. وارن انت سامعني؟ طيب سيادتك لو رد عليك هتعملي ايه؟ المهم في الوقت ده السان بيطلع لها من المطبخ وبيبص لها بصه كده غريبه اللي هو انت اتجننت ولا ايه؟ سنتيا بتقول له ابدا، انا بس قلت اجرب شعوري كده لما انده عليه وما يردش عليا، وبصراحه الشعور زي الزفت. وسالت السان بعد كده هل جوزها هيعتقد انها زوجه كويسه؟ هل انا كنت موجوده جنبه في الوقت اللي هو كان محتاجني فيه في اخر ايامه؟ انا حاسه نفسي ان انا خذلته، وحاسه كمان ان انا ما كنتش معاه صادقه قوي. وهوبا كده راحت نايمه على الارض. في اللحظه دي السان هو كمان راح نايم جنبها على الارض، وقال لها ايه يا سنتيا، انا عاوز اقول لك ان ما حدش فينا بلا خطيه ولا كامل، ولكن كل اللي اقدر اقوله لك ان كل واحد فينا بيحاول يعمل اللي عليه على قد ما يقدر. وقال لها سواء انت قصرت مع جوزك او انا قصرت مع بنتي، هما الاتنين اكيد بيفتكروا حاجات حلوه احنا عملناها لهم، وهي دي الطبيعه الانسانيه علشان العلاقات تستمر. بس ده ما يمنعش ان هي خانته يا استاذ ستان. على كل حال لغايه هنا الحكايه بتنتهي. لو انت اول مره تسمعني ومش مشترك في القناه فيا ريت تشترك وتفعل الجرس علشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل. جنب كلمه مشترك هتلاقي علامه الجرس، دوس عليها واختار الكل او اول. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زازا.